اتكلمت برضه قبل كده وهذكر تاني في مشكله تانيه، لما انا عندي مصدر جراثيم الحمام احطه في نص الحمام، دخلت في مصيبه تانيه. ومصدر جراثيم مش عشان الريحه بتاعت بره، الريحه اللي بره كده كده الاس بتاع التواليت كده بيمنعها خلاص، وفي بره في ماسوره بتاعت النفس. انا بتكلم على وانت بتشد السفون الروايح وانت اثناء عمليه الاخراج. لو انت قاعد بتاع اثناء عمليه الاخراج، معلش في ريحه طالعه، الريحه دي عباره عن ايه يعني؟ مواد عطريه ولا جراثيم؟ جراثيم. فضلات خارجه من بطنك، فضلات خارجه، فضلات الجسم. طيب دي بتطلع. فلما بتطلع انت حضرتك دلوقتي هتقول لي طب انا هعالجها عشان انا حاطط شفاط في السقف. انا من الناس اللي بقول عايز في الحمامات لا غنى عن شفاط الازاز بجانب شفاط السقف. ليه بقى؟ شفاط الازاز يا جماعه ممكن على ارتفاع متر 70 مثلا. فاول حاجه هو مباشره فوق الابخره المتصاعده اللي شايله معاها التلوث، فبتقدر بنسبه كبيره جدا تكاد توصل ل 80 85% الحاجات دي كلها بتطلع بره الحمام. طيب انا هركب شفاط في السقف، احط الشفاط في نص سقف الحمام في الجبسون بورد. عايز تقنعني ان ال 170 ارتفاع غلط ومش عايز تعمله، واللي على ارتفاع 2 متر 60 هو اللي هيجيب الجراثيم؟ طبعا لا. طبعا لا. بجانب ان طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان الشفاطات بتاعت السقف قوه شفطها ضعيف، قوه شفطها مش قويه، اللي هي بتشيل البخار بس اللي في المكان. انما علشان اقول انا هشيل روايح وهشيل جراثيم وهشيل مصادر التلوث، فنكون واقعيين، مش هيحصل. ده بمنتهى البساطه. حتى في العلم الحديث في ناس كتير وكان حاجات معموله بالاشعه وشافت الجراثيم من غير، عشان ما نتطرقش لحاجات في الموضوع. فتلاقي الجراثيم دي اتنقلت على صابونه وشك، على فرشه سنانك، على الفوطه اللي انت بتنشف بيها جسمك. لو انت قابل الكلام ده جو اهيد معايا، دي مش مشكله. طيب تعال نحل بموضوع ثالث. يعني انتم ملاحظين انا كل شويه بسبب الديزاين الغلط اللي في الاول بجيب حل ليه، الاقي الحل اللي انا بجيبه له فيه مشكله، فبفكر في يعني شوفوا عشان اعمله. طب انا هبعد التواليت، طب عشان ابعد التواليت في مشكله، طب عشان احل المشكله هعمل الصرف، طب عشان احل مشكله الصرف طب دخلت في مشكله الريحه، طب عشان مشكله الريحه هدخل في مشكله الشفاط، عشان مشكله الشفاط طب انا عايز اركب كمبرسور قوي جوه الجبسون بورد. طب افرض الكمبرسور ده حبيب قلبي باظ، هتعمله صيانه ازاي؟ تخش مشكله ثانيه، عايز تعمل له باب صيانه. نعم. هو انا عامل ومكلف عشان الاقي رقعه في السقف اقول دي منها اعمل الصيانه؟ ده لا يمت للديكور باي صله. كل اللي بيحصل ده لا يمت للديكور بصله. ده شغل مقاولات. ده شغل مقاولات. يعني فكر، كان في زمان واحنا صغيرين كان في كده قصه اسمها فلاش، حاجه كده بتنزل اعداد شهريه تقريبا. كان فيها قصه طريفه كده، واحد اسمه البحار الغبي. البحار الغبي ده كان في واحد صاحبه اسمه علام. فعلام يمكن اللي من سن انا من الثمانينات يا جماعه، فاللي من سن عارف القصه دي كويس قوي. علام ده ماشي في الشارع، بص لقى طوب، قام خابط في الطوب، قام متكعب. فقام بيسال، قال مين اللي حط الطوب ده هنا؟ فالبحار الغبي قال له انا اللي حطيت الطوب ده هنا. قال له طب حطيته ليه؟ قال له عشان يسد العمود اللي واقف ده. قال له طب وانت حطيت العمود ليه؟ قال له عشان ينبه الناس ان في طوب. واحنا بنعمل كده ده. تعمل تواليت ليه؟ اصل انا عايز عشان اعمل شاور. طب ليه تحط تواليت في نص الحمام؟ علشان اعمل طب هتصرف ازاي؟ طب اصل هعمل، طب شفاط، طب هتعمل ايه؟ طب فتحه، كل ده انا السؤال ليه؟ بعمل كل الغلطات دي ليه؟ وبعالج المشكله بمشكله، وارجع اشوف المشكله اللي اتعملت من المشكله ليها علاج من مشكله. في يا جماعه، في يا باشمهندسين، احنا مهندسين عشان بنفكر مش عشان بنقلد الاجانب في حاجات. يعني طب ليه ما نقلدهمش في الصح؟ ليه لما بنيجي نقلد يا جماعه الاجانب ما نقلدهمش في بساطه عفشهم؟
الاجانب ما عندهمش حاجه اسمها نيش ولا الاختراعات اللي بتاعتنا دي. بنقلدهم بس لما يكون واحد عنده استوديو وحاطط سي مثلا الحوض جنب البوتاجاز، ما عنده، هو ما عندوش مسافه، الاقي نفسنا بنقلده. يا جماعه، فهندسيا ما ينفعش، وعقلا ما ينفعش، وعلم بيولوجي احنا ذكرناه ما ينفعش. طب ما تيجي نتكلم دين بقى شويه. هل ينفع ويجوز شرعا انك حضرتك تبقى مراتك واقفه تستحمى والناس بتبص عليها؟ هتقول لي لا، اصل الشباك انا عامله ازاز مصنفر. حلتها انت كده؟ طب انا احكي لكم موقف. انا بقول لكم الفيديو ده طويل كله دردشه، احكي لكم انا موقف. كنت في معاينه في شقه وداخل، وكان في مهندس شغال، وانا كنت رايح بعمل لهم ديزاين لحاجه معينه وبحل لهم مشكله معينه كانت في الشقه. فدخلت فبص على الحمام، فلقيت نفس العك اللي بقول لكم عليه. ف... فسالت صاحب الشقه، استاذ محمد، وحضرتك اللي طلبت من المهندس يعمل التوزيعه دي؟ قال لي لا، هو اللي عملها. فانا من طبيعتي ما بحبش اعيب في حد من الزملاء، حتى لو شفت حاجه على الخطا فبستر عليه وخلاص، وبحل انا المشكله. لان كلنا بنغلط، وارد انا اغلط، وارد غيري يغلط، فده طبيعي يعني. فكان هو خطيبته لسه واقفين، فخطيبته سالتني فيها يا باشمهندس، قلت لها لا، مفيش حاجه، بس ما دام ده اختيارك وخلاص. فقال لي ليه؟ قلت له اصل انا ما بصممش كده بالاسلوب ده، انا ليا ستايل تاني في التصميم، بعمل كذا 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 كذا. فخطيبته قالت له ليه يا باشمهندس؟ فهمني وجهه نظرك. فسكت من كتر الضغط، فانفجرت بقى، قلت لها اسالك سؤال معلش، هو الوقت خطيبتك لما ان شاء الله تبقى مراتك وتاخد شاور جوه هنا والنور بتاع الحمام موجود، اللي قدامها ده ايه؟ قامت لطمه حرفيا، قامت عامله يا نهار اسود. قالت له محمد لا، غير لي الموضوع ده، اتصرف اتصرف. قال لي يا باشمهندس طب اعمل ايه؟ ده سباك. قلت له طب بص انسب حل واقرب حل، خلي الشباك في اخر الحيطه عند مدخل الشاور، بس ده كده يبقى هتتكلف بس 3 4 بلاطات، خلصت الدنيا وخلاص على. يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لن يدخل الجنه الديوث. الديوث هو الذي لا يغار على اهل بيته. محدش يقول لي مش هتبان، هيبان حتى لو خيال يا اخي. النخوه فين؟ ده احنا عرب يا جماعه، ده احنا عرب. الاجانب ما عندهمش، ان هم اوريدي مراتاتهم بيروحوا البحر بالبيكيني فرق دي بيكيني بقى من من حاجه هتبان بلوري، هتبان بس بلوري، فبالنسبه لهم ما دام ما فيش فيلينجز سو وات. احنا مش كده يا جماعه. عشان خاطري، بعد اللي قلته واللي شرحته هندسيا وعلميا واخلاقيا ودينيا وعقلا، طيب نقول امتى بقى استعمل الموضوع ده؟ استعمله في حالتين يا جماعه. اول حاله، لو انا عندي عرض الحمام اقل من متر ونص. طب ليه يا باشمهندس؟ لان عرض الشاور 80، ولو هتسيب مسافه للتواليت 70 ادي 150، لو اقل من كده لا باص كده مش هتنفع. طب هنعمل ايه بقى؟ طب ما انت هترجع، ما هو ما انت اللي بتقول ما ينفعش الشباك. اتقل، لو سمعت الكلام رجعت كده كام ثانيه لورا. هنحط الشباك في الطرف خالص عند المدخل بتاع الشاور، وبالتالي خلاص يبقى الشاور حتى اللي واقف جوه يبقى الحيطه نفسها ستره. طيب امتى تاني اعمل الرصه دي؟ انا عملتها قبل كده، خلي بالكم في شقتين قبل كده. الله 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 يا باشمهندس، انت مش قلت وعمال يعني ده فيديو تلت ساعه ما تقول لنا في الاخر انت عملتها قبل كده. طب ليه؟ لان كانت الحيطه بتاعه المنور في الاتجاه الطويل، فكان الاتجاه القصير هو اللي في وش الباب، فكان بالتالي ان فعلا الجزء اللي هناك خالص اتعمل، فحملته الشباك فوق التواليت، شفاط زي ما قلنا، شفاط في السقف، الدنيا بقت تمام. فيا ريت يا جماعه ما نقلدش الاجانب في كل حاجه، يا ريت ما نقلدش وخلاص. عشان خاطري جماعه اخواتي المهندسين المحترمين، نفكر. الناس بتاخد مننا المعلومه ثقه، فما ينفعش انا اقلد وانا مش فاهم، او انا اقلد وخلاص. لازم اكون فاهم وعندي تقل هندسي، لما حد يتكلم معايا باشمهندس عملت كذا ليه، اكون عارف عشان واحد اثنين ثلاثه. اسف على الفيديو طويل، بس مهم جدا. لقيت الفتره الاخيره الموضوع بيتفشى زي الوباء، وكله بيقلد بعضه لان كله بيثق في راي التاني، ومفيش حد بيقف 10 دقائق بس يفكر. يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم، ويا ريت
نشير الفيديو. انا طبعا نادرا ما بطلب من الفيديو يتشير، بس لانه لازم المعلومه مهمه وخطيره، وبدا نلحق قبل ما الوباء ينتشر. ربنا يبارك في حضراتكم، وان شاء الله فيديو مع بعض، فيديوهاتنا. السلام عليكم.